السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى الجميع يكون بخير. ان شاء الله حلقة النهاردة هنتكلم عن بعض الروابط الخاصة بالتناقض والإضافة. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اي استفسار او اي تعليق يا ريت تكتبه في التعليقات اسفل الفيديو، وان شاء الله برد على الجميع. ونبدأ على بركة الله. اول رابط عندي although او though. although أو though يأتي بعدها فاعل ثم فعل، معناها بالرغم من. هي كلمة تربط بين جملتين متناقضتين، الجملتين فيهم تناقض، تمام؟ فهي بتربط لي الجملتين دول. طيب هل يمكن أن تأتي في أول الجملة وفي وسط الجملة؟ أيوة طبعا. هنبص كده نشوف هي بتيجي إزاي. بيقول لي إيه؟ although أو though he had lots of money، بالرغم من إنه كان معاه مالا كثيرا، فلوس كتير، he wasn't happy، ما كانش سعيد، ما كانش فرحان. يبقى أنا عندي هنا الجملة بتاعت had lots of money، مفروض إن هو معاه فلوس كتير، مفروض يبقى فرحان. لا، هو قال لك بالرغم إن هو كان معاه فلوس كتير جدا، لا ما كانش فرحان. طيب although جاء بعدها فاعل ثم فعل، he had أو فاعل ثم فعل، اللي هي he had فاعل وفعل. طيب ممكن although أو though تأتي في وسط الجملة، بس هجيب الجملة اللي في الآخر دي he wasn't happy، أبدأ بيها الكلام. he wasn't happy هو ما كانش مبسوط أو ما كانش فرحان. although أو though he had lots of money. although دي المفروض الايه هنا تبقى small، تمام؟ نلاحظ في الجملة الأولى إن أنا لما بدأت بالرابط حطيت في وسط الجملة كوما. طيب لو حطيت الرابط في وسط الجملة مش بحط أي كوما. he wasn't happy هو ما كانش مبسوط أو ما كانش سعيد، بالرغم من إنه كان يمتلك الكثير من المال. يبقى ده أول رابط عندي although أو though أو even though، ممكن أحط هنا even though. طيب نروح لبut. but هي كلمة تدل على التناقض، تربط بين جملتين، تربط بين جملتين متناقضتين أيضا. يأتي قبلها فاعل وفعل وبعدها فاعل وفعل، معنى كده إن هي بتيجي في وسط الجملة. أيوة طبعا but تأتي في وسط الجملة، تدل على التناقض ويمكن استخدامها بدلا من although. he had lots of money but he wasn't happy. نروح بعد كده على however، ومع ذلك. ومع ذلك برضو هي كلمة تربط بين جملتين فيهم تناقض. المثال عندي بيقول لي ايه؟ طبعا بيأتي قبلها فاعل وفعل وبعدها فاعل وفعل subject and verb. he was very ill however he went to school. تاني he was very ill هو كان مريض جدا، however ومع ذلك he went to school ذهب إلى المدرسة. تمام؟ يبقى عندي فاعل وفعل he was وبعد كده however و he went فاعل ثم فعل. جملة تانية بتقول she has got lots of money، هي تمتلك الكثير من المال، however she is stingy ومع ذلك هي بخيلة. يبقى هي تمتلك الكثير من المال ومع ذلك هي بخيلة. تمام؟ however جاء بعدها she is فاعل ثم فعل، وبداية الجملة عندي she has got هي فاعل، has got verb يبقى فاعل فاعل وفعل. بعد كده بنروح لرابط on the other hand، معناها ومن ناحية أخرى. on the other hand هي رابط أو هو رابط يربط بين جملتين فيهم تناقض. نبص كده نشوف الجملة بتقول إيه. they work slowly، هم بيشتغلوا ببطء العمال، ولكن on the other hand ومن ناحية أخرى they always finish the job well، هم دايما بينهوا الشغل كويس جدا أو بطريقة كويسة. تمام؟ يبقى بالرغم ان هم بيشتغلوا ببطء، بس من ناحية تانية بيعملوا لي الشغل كويس. تمام؟ يبقى عندي جملتين متناقضتين ربطت بينهم
on the other hand. نروح بعد كده على despite أو in spite of. despite or in spite of معناها على الرغم من، يأتي بعدها noun أو verb plus ing. تمام، تؤدي نفس الغرض من الكلمات التي تربط الجمل المتناقضة زي although. تمام، يبقى عندي هنا despite أو in spite of his poverty، بالرغم من فقره أو الفقر بتاعه، أو being poor، ممكن أحط in spite of his poverty أو in spite of being poor. he is very happy، بالرغم من فقره هو مبسوط أو هو سعيد. يبقى هنا أنا ربطت جملتين متناقضتين. المفروض إن الإنسان الفقير يبقى زعلان أو متضايق أو حزين، لا، هو هنا بيربط الجملتين، بيقول لي إيه؟ بالرغم من كونه فقيرا being poor، أو his poverty ده النون، his poverty ده النون، أو لكن being poor verb plus ing. بالرغم من فقره أو بالرغم من كونه فقيرا he is very happy، هو مبسوط أو فرحان. طيب نروح بعد كده ل furthermore، ندخل بقى على الروابط الخاصة بالإضافة. أخذنا بعض الروابط الخاصة بالتناقض، دلوقتي هندخل على روابط الإضافة. furthermore أو in addition. furthermore أو in addition يأتي بعدهم جمل كاملة، هي فاعل وفعل. تمام. طيب نبص كده على المثال، بيقول لي I listen to music، أنا استمعت إلى الموسيقى. Furthermore، علاوة على ذلك، وحط كوما، I did my homework. تمام، يبقى أنا استمعت إلى الموسيقى بالإضافة إلى إني عملت الهوم وورك بتاعي أو الواجب بتاعي. تمام. I listened to music، استمعت إلى الموسيقى، هي in addition، بالإضافة إلى I did my homework، بالإضافة إلى إني عملت الهوم وورك بتاعي. تمام، يبقى furthermore أو in addition معناهم بالإضافة إلى، يأتي بعدهم جمل كاملة. I did my homework فاعل وفعل. تمام، ومفعول هنا my homework. In addition to غير in addition. in addition to يأتي بعدها اسم أو verb plus ing، أو as well as أو besides. تاني in addition to as well as besides يأتي بعدهم اسم أو verb plus ing، مش جملة كاملة. هنا احنا أخدنا جملة كاملة يعني فاعل وفعل، in addition فاعل وفعل، لكن as well as in addition to أو besides يأتي بعدهم النون أو الverb plus ing. نبص كده على المثال، بيقول لي إيه؟ معناهم إضافة إلى أو علاوة على. I listen to music in addition to أو as well as أو besides doing my homework. أنا استمعت للموسيقى بالإضافة لعمل الواجب بتاعي. بالإضافة لعمل الواجب، يعني أنا استمعت إلى الموسيقى وأيضا عملت الهوم وورك بتاعي. I listen to music in addition to as well as أو besides doing my homework. تاني مثال بيقول لي I like football، أنا بحب كرة القدم. in addition to أو as well as أو besides basketball. basketball ده noun، أما هنا doing my homework verb plus ing. يبقى doing my homework جاء بعد رابط على طول plus ing، أما basketball هنا ده noun. يبقى أنا بحب كرة القدم بالإضافة إلى الباسكتبول أو كرة السلة. ندخل بعد كده نشوف الملحوظة دي، بيقول لي إيه؟ لاحظ استخدام as well as في الجمل الآتية. خد بالك معايا، بيقول لي إيه؟ I as well as he am strong. عندي هنا اتنين فاعل، أنا وهو، أنا بالإضافة ليه هو. تمام؟ يبقى إحنا الاتنين I as well as he am strong، أنا وهو نكون أقوياء. بس عندي هنا am الفيرب، هل جه مع مين؟ تبع الفاعل النهون، تبع الفاعل الأول I ولا الفاعل الثاني هي؟ لا، يبقى لما يجي لي فيرب هنا يتبع الفاعل الأول، يتبع الفاعل الأول. تمام؟ طيب نبص كده، they as well as I
they as well as I are in the park. ها are هنا بتاعت I ولا بتاعت they؟ ها يبقى they بتاخد are ولا they ولا I اللي بتاخد are؟ لا they بتاخد are، ولذلك الفرب هنا في الحالة دي يتبع أو يأتي مع الفاعل الأول. نروح للرابط اللي بعد كده وهو also. also يعني أيضا، هي رابط يدل على الإضافة. تمام. مازن finished his homework. مازن خلص الهومورك بتاعه أو الواجب بتاعه. I also finished my homework. هو أنا أيضا خلصت الواجب بتاعي. تمام. يبقى مازن finished his homework، هو خلص الهومورك بتاعه وأنا أيضا خلصت الهومورك بتاعي. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. أتمنى الفيديو يكون مفيد للجميع، وما تنساش لو أول مرة تشوف القناة بتاعتنا تشترك في القناة، ولو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.